قاعده لكم كده النهارده ستوته هنومه كده وما وريش حاجه. ببص لقيت على الباب كل الخير اللي انتوا شايفينه ده، لقيت الشنط دي والشنط دي وحلل المحاشي القمر. ايه السخنه القمر دي؟ ايه الجمال ده يا لولو؟ تعالوا تعالوا، ولا البتنجان والكوسه والفلفل، يا سلام يا وعد. كل ده لقيته على باب الشقه. ايوه كل ده لقيته على باب الشقه. تعالوا كده النهارده نشوف اول مره اعمل فيديو بالطريقه دي، او اول مره اكل اكل حد ويعجبني، حاسبه بس ويعجبني، حطه تحت يعجبني 1000 ومليون خط. ايوه لقيت الكنز ده بقى على باب الشقه النهارده. بعتهولي مين؟ بعتهولي القمر قمر قمر مريومه ريمو، حته بنوته كده. بصوا بقى الفيديو ده من الاخر، ست جدعه زي ليلى النجار كده واقفه جنبي، وبنوته قمر جدعه زي مريومه ريمو كده. ايوه لانها بجد من الشخصيات يعني اللي بجد لازم تدوقي اكلها. عندك حقيقه، عندك عزومه، موظفه وعايزه تلاقي كل يوم حاجتك كده جاهزه قدامك، وترجعي البيت تلاقي حاجتك على التسويه او حاجتك مستويه براحتك، بتوصل لك لحد باب البيت كل حاجه مستوي وني، وكل حاجه هتلاقيها عندها حاجات متبله، حاجات للتفريز. تعالى اقول لك بقى، تعالى اقول لك على الجمال اللي بتطلعه مريومه ريمو من ايديها. وكمان بتطلع بوشها الحاجات دي بقى، حاجه ايه؟ التخزين، بسله على التسويه، فاصوليا، كل حاجه بتطلع بوشها. يعني هتشوفي ايديها، هتشوفي الحلل، هتشوفي نظافتها. قشطه. بصي الحمام ده على الحشو والتسويه مغسول ومحطوط له ليمون وكل حاجه. ده كده شكل البانيه بتاعها، وادي كفته الرز، وادي الشيش طاووق الله اكبر عليها، وادي الفاهيتا متبله على التسويه، وادي الفراخ. الفراخ دي على تدخل الفرن على طول او تتشوي، اللهم بارك. وادي الحمام حاجتها اللهم بارك. مريومه ريمو القمر، على فكره انا اعرفها بقالي سنه. ايوه اعرفها بقالي سنه، وبجد من الشخصيات اللي بحب ادخل اتفرج على شغلها، لان شغلها مرتب قوي. بص صوابع المحشي اصلا الخضار نضيف وزي الفل وصابح بتاع وقته، يعني حاجه مش بايته ولا الكلام ده كله. بص صباع المحشي اصلا قد ايه، اللهم بارك. بحب بقول لكم ادخل اتفرج على شغلها، لان فعلا شغلها ممتاز ممتاز. ربنا يحسن ما بين ايديها، هتنقذك لو انت عندك عزومه، لو انت راجعه من الشغل وعايزه حاجه. هتبصي بتوصل بقى طنطا واسكندريه والقاهره، يعني القاهره واسكندريه وطنطا. ده بقى العيش اللي انا مش عارفه اسمه، حد لا يقول لي في الكومنتات العيش ده اسمه كيمك انا مش بعرف انطق اسمه، تمام؟ بس هو طعمه حلو قوي، اول مره في حياتي اكله. وكمان العيش الفلاحي اللي بيتفرد بالمكنه ده اول مره ادوقه في حياتي كلها، بس طعمه قمر قوي 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 والله، تحفه تحفه تحفه. ولا العيش البتاوي الطري، اول مره برضو اشوف بتاوي طري. بتقولي ان هم عندهم بياكلوا بيه، بيغمسوا بيه الاكل، معمول من الزبده، الزبده على قشطه الله، والسمنه البلدي اللهم بارك، ريحته تحفه وطعمه عسل عسل. تعالوا بقى كده، ما كانش عندي، بص ما تضحكوش عليا، ما كانش عندي شوربه في اليوم ده. عملت شوربه الكدابه اللي كلنا بنعملها عادي يعني، وسقيت بيها المحشي، وقلت اسويه بقى علشان قبل ما انزل لكم الاكل بتاعها او الحاجه بتاعتها دي، اقول لكم يعني رايي في الاكل بكل امانه. والله حاجتها الله، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديها، ما شاء الله اللهم بارك. شجعوا الستات اللي بجد بجد يعني عامله مجهود حلو قوي، وانا مش اي ست باكل من ايديها. انتوا لما تخشوا وتشوفوا مريومه هتطلبوا منها، لان ايديها قشطه كده، قشطه اللهم بارك. انا احب الست اللي ابص في ايديها الاقيها نظيفه وقمر، وهي ربنا يا رب يحسن ما بين ايديها. المحشي زي السكر سكر. بص الرز جوه اصلا مفلفل ازاي، ولا معجن ولا الكلام ده كله، الحاجه قمر. ولا بقى قلت ايه؟ ختامها مسك ايه مسك دي الكفته تحفه تحفه تحفه. كفته الرز بتبعتها لك على القليه، ولو عايزاها تسويها لك بتسويها لك. ختامها مسك بقى بالزبده والقشطه بقى عسل. حته فطير قمر قمر قمر. الفطير اللهم بارك، الفطير غرقان سمنه على قشطه عسل. الف الف وارجع اخد لي صباع كفته، الف الف وارجع اخد لي صباع كفته من جمال. بص الفطير مورق وسخن وعسل، والله العظيم شويه فطير فلاحي. قالت لي ان مامتها هي اللي بتعمله بايديها، ويا رب يحسن ما بين ايديها. احط لكم ارقامها وكل حاجتها تحت على طول. سلام عليكم.